السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوت القاتل هو أعلى الضواري مرتبة في المحيطات وأكثرها مثابرة ودهاء، وهو صاحب الكلمة العليا في عالم المحيطات، ومفيش أي مخلوق بحر تقريبا ممكن ينفد من تحت حميته الغذائية، بداية من الأسماك ووصولا للقروش والحيتان. وبيمتلك عدد من الاستراتيجيات المثيرة لعمليات الصيد، بعضها أخطر من اللي ممكن تفكر فيه سائر الحيوانات. وبالرغم من إن اسمه حوت إلا إن هو في الحقيقة ولا حوت ولا حاجة، واسمه الشائع ولا بيعبر عنه ولا بيعبر عن فصيلته كمان. اهلا بيكم في اهي سهله اهي، انا احمد اليسري، والحلقه دي هنتكلم عن الحوت القاتل. وقبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حوت الاوركا، والمعروف كمان باسم الحوت القاتل، هو واحد من اشهر الثدييات البحريه على الاطلاق. وبالرغم من تسميته بالحوت القاتل الا انه في الحقيقه عضو في عائله الدلافين، وهو اكبر الدلافين حجما على الاطلاق. وتسميته نفسها نابعة من مشاهدة البحارة للأوركا أثناء افتراسها لبعض أنواع الحيتان الضخمة، واللي خلاهم يطلقوا عليه اسم قاتل الحوت. وبمرور الوقت الاسم اتعكس وأصبح شائع باسم الحوت القاتل. وكلمة أوركا حرفيا معناها شكل البرميل، وهي على الأرجح إشارة لشكل جسم الأوركا. وبيتراوح طول الأوركا البالغ من 5 ل 9 أمتار، ووزنه بيتراوح من 3000 كيلو جرام ل 7000 كيلو جرام. ومتوسط طول الصغار بيوصل ل 2 متر و40 سم، ومتوسط وزنهم بيوصل ل 180 كيلو جرام. وبيظهر للصغار أول أسنان من عمر شهرين ل4 شهور. والأوركا البالغ بيتراوح عدد أسنانه من 40 ل 56 سنة، موزعة على صفين أعلى وأسفل الفك. وبيوصل طول السن الواحد لحوالي 10 سم، وبتستعين بيهم الأوركا في الإمساك بالفرائس بإحكام، وتقطعها لقطع صغيرة قبل ما تلتهمها. وبتعيش الأوركا العمر طويل، ممكن يوصل عند الإناث ل50 سنة، أما الذكور فممكن يعيش لما يقرب من 40 سنة. وبسبب حجمها المهول وحركتها الدائمة في مجموعات وشهيتها المفتوحة، فهي على قمة السلسلة الغذائية في عالم المحيطات. وده طبعا بخلاف ذكائها واستراتيجيتها في عمليات الصيد. فبخلاف البشر، فحيتان الأوركا تعتبر هي تاني أكتر الثدييات انتشارا في العالم، وبتسكن كل محيطات الأرض، البارد منها والدافي وحتى المتجمد. وبتساعدها طبقة سميكة من الدهون تحت الجلد على تحمل درجات الحرارة المنخفضة. بجانب كمان ان الأوركا بتمتلك معدل ايض سريع، بمعنى ان جسمهم بيحول الطعام لطاقة بصورة اسرع، والطاقة دي بتساعدهم على الشعور بالدفء لو كانوا في بيئة باردة. وشأنها شأن بقية الدلافين. فحيتان الأوركا ما بتقدرش انها تنام بصورة كاملة، لانها بتحتاج تطلع على سطح المية علشان تتنفس من وقت للتاني، وعلشان كده بينام نص الدماغ فقط، والنص التاني بيفضل واعي. وفي الحالة دي بتكون عين واحدة من عيون الأوركا مغمضة والتانية مفتوحة. بيتنوع غذاء الأوركا باختلاف الأماكن اللي بتتواجد فيها، بيضم الأسماك والفقمات والبطاريق والسلاحف والحبار والحيتان والقروش وحتى الدببة القطبية. وبيحتاج الأوركا البالغ لكميات ضخمة من الطعام يوميا للبقاء على قيد الحياة، وبتوصل في المتوسط ل 225 كيلو جرام من الطعام يوميا. يعني لو مجموعة مكونة من 4 بيحتاجوا تقريبا طن كامل من الأكل في اليوم. وعلشان كده بيضطروا أحيانا إن هم يقربوا من الشاطئ. وأسلوب الصيد ده في منتهى الخطورة بالنسبة للأوركا، لأن الغلطة فيها بموت، وسهل إنها تعلق على الشاطئ وما تقدرش ترجع مرة تاني للمية. وبناء عليه بتدرس الأوركا سطح الشاطئ ومدى انحداره قبل ما تتجه للانقضاض على الفريسة. وبتعتاد الأوركا على تعليم صغارها الصيد بنفس الأسلوب الخطير، وبتدربهم عليه من الصفر، وإزاي إنهم يقدروا يدرسوا المكان قبل ما يتحركوا ناحيته. والأوركا بتصطاد ضمن مجموعات مكونة من 3 أعضاء ل 50 عضو في المتوسط، لكن بعض المصادر ذكرت انهم بيتحركوا من 3 ل 25 بس، ومصادر تانية قالت انهم بيتحركوا من 3 ل 100 عضو او اكتر. وغالبا المجموعة بتكون عبارة عن عائلات مرتبطة ببعضها، بتقود الام والجدة باعتبارهم اصحاب الخبرة في عمليات الصيد طبعا. وبيرتبط الصغار بامهاتهم طول الوقت بهدف التعلم منهم والمشاركة بشكل فعال في المجموعة اثناء عمليات الصيد. وبتبدأ الامهات في تعليم الصغار مهارات الصيد من اول ما بيوصلوا عمر شهرين، وبتستمر الصغار بصحبة امهاتهم لمدة 17 شهر كاملين. وبيتواصل اعضاء المجموعات مع بعضهم البعض علشان ينفذوا استراتيجيات الصيد او يستجيبوا لاستغاثة اي حد منهم وقع في مشكلة. وبالرغم من عدم امتلاك الأوركا الاعضاء مخصصة لحاسة الشم او حتى فص في الدماغ مسؤول عن تفعيل الحاسة دي، الا انهم بيمتلكوا حواس ممتازة للبصر والسمع. والسمع عندهم يا صديقي اقوى من مثيله في الكلاب والخفافيش، وبيستخدموها بامتياز لاكتشاف وتحديد العالم حواليهم عن طريق صوت على تردد محدد.
بينشر موجات صوتية في المنطقة المحيطة، ومع ارتداد صدى الصوت عن الأجسام الموجودة في المنطقة بيسمعوها بدقة ويميزوا بسهولة كل الأجسام الموجودة حواليهم والمسافة اللي بتفصلهم عنها. وهي العملية دي اللي استوحى من خلالها البشر تقنية السونار في السفن والغواصات. وعلى الرغم من أهمية تواصل حيتان الأوركا مع بعضهم البعض وتحديدا أثناء عمليات الصيد، إلا إنها بالذكاء الكافي اللي بيدفعها لتجنب استخدام الترددات الصوتية ديت لما بتيجي تصطاد لفقمة بحر، وده بسبب حاسة السمع المرهفة اللي بتمتلكها الفقمة واللي بتسمح ليها إنها تميز أي ذبذبات ناتجة عن الأوركا في المحيط بتاعها، وده بيخليها تهرب قبل ما يشنوا عليها أي هجوم. ووقتها بيتحرك سرب الأوركا في هدوء ويحاوط فريسته قبل الانقضاض، وفي حالة هروب الفقمة وغوصها تحت الماء بيكون من الصعب على الأوركا إنها تجاريها، لأن الفقمة بتقدر تسبح تحت المية لمدة 30 دقيقة، في حين إن الأوركا ما بتقدرش تستمر تحت المية أكتر من 3 دقايق قبل نفاذ الأكسجين عندها. وفي استراتيجية تانية بتستخدمها حيتان الأوركا في القارة القطبية الجنوبية، ومع انتشار الألواح الجليدية الصلبة في كل مكان ولجوء الفقمات ليها عشان تهرب من الأوركا، ما بتكونش الأوركا قادرة توصل للفقمة اللي موجودة فوق اللوح. وهنا بقى بيبان ليك مدى ذكاء الأوركا والخطة المحكمة اللي بيستخدموها لاصطياد الفقمات. بتتجمع الأوركا ناحية طرف من أطراف اللوح الجليدي وبيبدأوا في دفعه بعيدا عن القطع الجليدية المنتشرة في المحيط، وبعدها يستنى واحد بس من المجموعة بالقرب من اللوح الجليدي اللي عليه الفقمة، واتنين يبعدوا شوية لمسافة تقدر ب 15 متر تقريبا، علشان تفاجأ بانطلاقهم ناحية اللوح الجليدي بشكل متزامن وبالقرب من سطح المية في صورة أقرب لعرض استعراضي، وقبل ما يوصلوا للوح الجليدي بسنتيمترات بيندفعوا تحته علشان تتولد موجة قوية تكسر اللوح الجليدي الأجزاء أو تدفع الفقمة نفسها من على اللوح في المية. وده بجانب الأوركا الأول اللي مستمر في التواجد بالقرب من اللوح الجليدي من بداية العملية في خطة مدروسة بمنتهى العناية والدقة. وفي حالة إمساك أحد حيتان الأوركا الأسد البحر في المية فبمنتهى الذكاء وتجنبا لحدوث أي إصابات ممكن تنتج عن مكافحة أسد البحر للتمسك بحياته، بتتناوب الأوركا على ضربه يمين وشمال، وأحيانا بتستخدم الذيل لقصف أسد البحر في الهواء لارتفاع بيصل ل 9 متر قبل ما يسقط ويرتطم بشدة بسطح المية. وبعد إصابة الفريسة بمجموعة متنوعة من الضربات أحيانا بتبعد عنها وتسيبها لغاية ما تموت خالص، وبعدها تبدأ الأكل، وده تجنبا لأي خدوش أو إصابات ممكن تتعرض ليها. وبالرغم إن مفيش أي سجل لحوادث هجمت فيها الأوركا الإنسان في البرية، إلا إن في حالة أسر الإنسان لحوت الأوركا فالوضع بيكون مختلف. وتم رصد عدد من الحوادث اللي هجمت فيها حيتان الأوركا المدربين أو العاملين أثناء تعاملهم مع الحيتان الأسيرة، وبعض الحوادث دي أدت لموت بعض الضحايا. وبالتأكيد ارتباط الأوركا بعائلتها وحياتها في عالم المحيطات المفتوح كلها عوامل بتفسر بعض الشيء هجومها الغير معتاد على الإنسان. وفي 2014 وصل عدد حيتان الأوركا اللي تم أسرهم ل 52 حوت في 8 بلدان مختلفة، 28 واحد منهم موجودين في الولايات المتحدة لوحدها، لكن مع ذلك العدد الأكبر منهم تمت ولادته وتربيته بعد أسر الأمهات. وبفضل انتشارها الواسع في أرجاء العالم وتعدادها الكبير فحيتان الأوركا غير مهددة بالانقراض لحد دلوقتي، ولأن مفيش مخلوقات بحرية تستجري إنها تهاجمها فمفيش أي خطر على انقراضها غير بس صعوبة العثور على الطعام الكافي ليها، لأنها بتحتاج كميات ضخمة جدا للبقاء على قيد الحياة. بس كده أهي سهلة أهي. مين وصل بقى لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك عشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو في سؤال يخص عالم الحيوان قولوا لنا عليه علشان هنجاوب عليه في الحلقات اللي جاية. كان معكم أحمد اليسري من قناة أهي سهلة أهي. سلام.